عايزة أقولك إزاي ممكن تعمل ألذ ورق عنب ممكن تجربه في حياتك، وكالعادة بمنتهى البساطة. التوابل اللي هستخدمها هي عبارة عن معلقة شاي ممسوحة من الكزبرة الناشفة، الفلفل الأسود، الشطة، نص معلقة من الكمون، إنما معلقة هرمية من النعناع المجفف. خضار المحشي عبارة عن كزبرة خضراء، بقدونس وشبت. هنستخدم حزمتين كاملين من كل نوع، لازم نقطعها صغير، ننضفها كويس جدا ونغسلها أكتر من مرة. حبايتين كبار من البصل اتقطعوا صغير، وكمان كوبايتين كاملين من الرز الأبيض المصري اللي مش مغسول، نص كيلو تقريبا من اللحمة المفرومة، ولتر كامل من عصير الطماطم. في البداية حل على النار هنضيف البصل، ربع كمية البصل اللي معانا على معلقتين كبار من السمنة البلدي أو الزبدة زي ما تحبوا. هندي فرصة للبصل إنه يستوي وياخد اللون الذهبي علشان يستقبل كل كمية الطماطم دفعة واحدة. هنسيبه لمدة 20 دقيقة على نار عالية لحد ما يكون ده شكله، علشان نضيف كل التوابل، وكمان 20 دقيقة على نار هادية جدا علشان يتخلص من كل السوائل اللي فيه ويكون ده شكله. هنسيب الصلصة تبرد خالص عشان نستخدمها. علشان نرتب الحشو هنضيف كل المكونات نية باردة مع بعضها، ونضيف كمان عليهم نفس التوابل اللي استخدمناهم قبل كده مع الصلصة بنفس المقدار، ولكن هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الثوم الباودر والبصل الباودر. هنقلب كل المكونات دي سوا وكده الحشوة جاهزة. مفيش أسهل من كده ممكن تعمله في حياتك. ازاي نحشي ورق العنب نفسه؟ هنستخدم الناحية الخشنة المطفية علشان هي دي اللي هتكون مقابلة للحشو، إنما الناحية الناعمة اللي بتلمع هتكون لبره. هنحط تقريبا كمية من الحشو بما يعادل معلقة شاي هرمية بالشكل ده، ونبدأ نتني الجناب أو النواحي اللي فيها تعريجات لجوه علشان يكون شكله مثالي من بره. بعدين هنبدأ الناحية اللي علينا هنبدأ نتنيها واحنا بنضغط وبنلف بالظبط كده. معانا صباع محشي مثالي جدا ومحكوم ولطيف جدا. الرز مش هيخرج منه أبدا وهيفضل شكله كده لحد النهاية. هنكرر العملية، ولكن واحنا بنكرر العملية نراعي حاجة واحدة بس، ان اهم حاجة الحشو ما يبقاش كتير والرز ما يبقاش كتير، لان لو الرز كان كتير المحشي مش هيستوي ابدا مهما كان زمن التسوية طويل، مهما كان السوائل كتير. بياخد وقت ولكن ممتع جدا لو بتعملوه الناس تحبوهم. علشان نحطه في الحلة مهم قوي ان في قاعدة الحلة يكون فيه خضار شرايح رفيعة من الخضار زي البصل او الطماطم او البطاطس، بس هي قاعدة هتحمي الطبقة الاولى من انها تتحرق. السوائل بقى اللي هنضيفها ودي اهم حاجة، انا بستخدم مرق او شوربة معاها معلقة صغيرة من معجون الطماطم وعصير نص ليمونة. بضيف كمية مش محسوبة خالص، ولكن اللي بيظبطها ان انتوا بالنظر الطبقة الاولى مش هيكون ملامس ليها السوائل، يعني السوائل هتكون لحد الطبقة اللي قبل الأخيرة وبس، على نار عالية لمدة تقريبا 20-25 دقيقة. وبعدين أول ما المية تختفي أو أول ما السوائل تختفي 20 دقيقة على نار هادية جدا لحد ما خلاص بيستوي. طيب أهم حاجة سلطة الزبادي مع أي طبق ورق عنب. أنا بصفي الزبادي في مصفى ضيقة تقريبا حوالي ساعة قبل ما استخدمها، وبعدين بضيف عليها نص معلقة من النعناع ورشة من الفلفل الأسود، رشة من الملح، عصير نص ليمونة، وتوم مفروم ناعم جدا تقريبا فص واحد بس من التوم. واختياري بستخدم كمان معلقة صغيرة من الخضرة المجففة، ممكن تعملوها في البيت أو تشتروها جاهزة. وبكده معاكم أحلى وألذ طبق ورق عنب ممكن تجربوه في حياتكم زي ما تحبوا على حسب ذوقكم. جربوه بارد أو سخن، ولكن الطريقة دي هتفرق جدا في رأيكم في ورق العنب.